سنة 1945 5 طيارات حربية كانوا رايحين يتدربوا وهم ساعتين ونص وراجعين، ولكن نتفاجئ ما بين قائد الرحلة تشارلز بيبلغ القوات اللي هناك بيقول إن المية بقت بيضة، لا بقت خضرا، والصوت كان عمال يقطع وبيختفي تدريجيا. ولكن كمان نتفاجئ إن قائد الطيارة بيقول إن البوصلة بتلعب ومش عايزة تتمركز وإحنا تايهين ومش عارفين إحنا فين، ونتفاجئ إن هم اختفوا تماما وملهمش أثر ومش موجودين. إيه الحكاية ديت؟ ده جزء من حكاية مثلث برمودا. ازيك يا عزيزي؟ أتمنى تكون بخير. تخيل يا عزيزي في مكان على الأرض أي حاجة بتروح هناك بتختفي وما بترجعش وما بيكونش ليها أثر. طب ايه الحوار ده؟ ده مثلث برمودا. خليني اقول لك هو ليه اتسمى بمثلث برمودا. مثلث برمودا مش شكل مثلث هندسي من اللي معاك في المقلمة، لا، هو اتسمى كده نسبة انك لو وصلت ولاية بورترويكا لمنطقة ميامي لبرمودا هيعمل لك شكل مثلث. في مارس سنة 1919 سفينة عملاقة طولها 150 متر تختفي بالبني آدمين اللي عليها، والسفينة ديت كانت محملة بالفحم. 300 بني آدم، مفيش دوفر بني آدم واحد موجود على سطح البحر. وكمان يا عزيزي الحدث دوت ما هزش أمريكا، لا، ده هز العالم كله، لدرجة إن رئيس أمريكا نيلسون وقتها طلع وقال ربنا والبحر بس هما اللي يعرفوا السفينة ديت راحت فين. والعلماء والباحثين لسه بيحللوا السفينة ديت اختفت ليه. بعديها ب5 سنين سفينة تانية تختفي بنفس الطريقة. لا، ده الموضوع فيه إن بقى يا جدعان السفن اللي بتختفي في البحر ومحدش لاقيه. مثلث برمودا في الوقت ده كان حدث عالمي، وكان اي حد بيتكلم عنه يطلع ترند. وفي الوقت ده شفنا شوية نظريات عقيمة والناس كلها كانت بتصدق، وهم كانوا بيقولوا النظريات ديت على اساس ان هم يشهروا كده، زي نظرية ان في كائنات فضائية في البحر وبتسحب الطيارات والسفن وبتبلعهم. والنظرية الأغرب بقى إن بيقولوا إن العبيد الأفارقة اللي كانوا محتلينهم الأوروبيين بينتقموا أي حد بيعدي من المنطقة بتاعتهم بيسحبوهم. أنت كده مفكر إن دي أتقل نظرية؟ طب خد بقى النظرية التقيلة. عالم طلع وقال لك إن في مدينة تحت وسكان المدينة دولت أي حد بيهوب ناحية منطقتهم بيبلعوا. كل ده كلام هري وكلام ما يصدقش. تعالى عندنا بقى اقول لك الخلاصة واقول لك المفيد. اولا كده السفن بتختفي بسبب الدوامات الشريرة او الدوامات القوية في المياه. العلماء قالوا ان في دوامات قوية جدا في المياه بتوصل ل 30 متر، ودي تقدر تسحب اي سفينة عملاقة في منت وتبلعها. طيب يا عزيزي، هنا خلصنا السفينة. هتقولي طيب بقى الطيارات؟ هقولك بكل بساطة. الطقس المفاجئ عند مثلث برمودا ودوت اللي بيحصل عاصفة فجأة ممكن تدمر أي طيارة وتوقعها مكانها. طيب يا عزيزي ايه بقى حوار البوصلة اللي بتلعب دي؟ وهو الخلل المغناطيسي اللي عند منطقة مثلث برمودا. يعني البوصلة بتتلخبط وكده بكل بساطة مفيش إشارة بين السفن والطيارات. وكده عزيزي هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. فبقى بالله عليك، انا الفيديو ده تعبت فيه قوي، فما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة، لان معظم اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة ولا بيعملوا لايك، وكده القناة بتموت بالبطيء. فوحد الله في سرك واشترك في القناة. عايزين نوصل الفيديو دوت 20 لايك و5 اشتراكات. فعزيزي يلا اشترك في القناة دلوقتي، ومتنساش تقول لي عايز نعمل لك حكايات تانية في الكومنت. السلام عليكم.